بلاش والله حوار ان البنطلون يبقى ماسك في رجلك ده خلاص انتهى من 2012 يعني وخد بالك لازم تحط ملحوظتين. ان اللبس عموما مش بيفرق كفلوس. ممكن يكون فلوسك قليله جدا ولكن بتلبس بطريقه صح فمبين ان انت معاك فلوس كتير. ممكن تكون فلوسك كتير بس بتلبس بطرق غلط فمبينك سرسجي او عرباجي بمعنى صح او عبيط في لبسك. طيب اول حاجه يا شباب او اول غلط او ملحوظه قبل ما نبتدي، مش معنى ان انا طالع اديك النصايح دي ان انا بقى ملك جمال مصر وان انا احسن واحد في مصر بيلبس وانت راجل ما بتفهمش في اللبس بجنيه. لا، انا بديك النصايح من وجهة نظر ممكن تكون انت بتعمل بيهم كلهم، فاهم؟ ممكن تكون في نصيحة منهم انت مش لسه ما اقتنعتش بيها قوي، ممكن تعيد التفكير فيها فتلاقي نفسك وانت بتعمل حاجة غلط فبالتالي تلبس صح. نبتدي مع اول غلط بشوفه في اللبس بتاع الشباب وهو السلاسل الكتير جدا جدا جدا. بصوا يا شباب عشان نتفق اتفاق بسيط، دايما في اللبس كل ما كان لبسك بسيط والوانك بسيطة كل ما بنت فخم وشكلك احلى بكتير قوي. بمعنى انا بشوف شباب يا جماعه بيلبسوا عامل لابس جنزير في رقبته، انت كده مش شكلك حلو، انت كده يعني مش عارف اقول لفظ يبقى عشان يعني ايه عشان محدش يزعل، بس انت كده عربجي او كده شكلك متسول، شكلك وحش. وبعدين في شباب تاني يعملوا يلبسوا بقى 100,000 سلسله، هو بص بيبقى مثلا عايز هو قبض 1000 جنيه عايز يجيب بيهم سلاسل كلهم عشان يوريك ان هو راجل غني وما فيش زيه. على فكره انت كده مش هقول عليك غني، انت كده هقول عليك عبيط. لا، البساطة انك تلبس حاجة هادية جدا جدا جدا، سلسلة وتكون خفيفة وجوه الهدوم مش براها، لان انا بشوف عيال بيطلعوا يعني حوار السلاسل ده في رغي كتير. او انا عن نفسي مش لابس سلسلة اهو، انا مش لابس وعادي وما نقصتش مني حاجة. يعني انت ممكن تلبس وممكن ما تلبسهاش نهائي، اركنها بره هدومك عادي مش هيحصل حاجة. عايز تجيب سلسلة هات سلسلة فضة كده تكون خفيفة خالص وتخش جوه الهدوم وتكون الحلقه بتاعتها صغيره جدا، لان زي ما قلت لك كل ما كانت الحاجه بسيطه كل ما بنت راجل شكلك احلى بكتير قوي. طيب نخش على تاني نقطه، الساعه. ما ينفعش تكون راجل ومن الاخر مش لابس ساعه. انا عارف ان يعني انت مش هتبقى مش راجل لو ما لبستهاش، ولكن انت خارج خروجه لازم يكون معاك ساعه، لازم يكون معاك ساعه. بص ساعه شكلها جميل قوي، ممكن تجيب لك ساعه بستايلات بس المهم تكون خفيفه، شكلها خفيف. لان انا بشوف في ساعات ضخمه كده عامل كانك لابس ساعه بنتين. لا يا عم مش كده خالص، انت هات لك ساعه تكون خفيفه، هات لك ساعه عارف انت في ساعات سيمبل احلى من دي بكتير، بتبقى شكلها بسيط كده وجميل، فاهم؟ بتخلي لبسك احلى. ما تلبسش حظاظات، اوعى تلبس حظاظات، اوعى تلبس اساور، لا انت ما كانش هيبقى شكلك حلو. واوعى تلبس عشان بشوف في 100 بيلبس حظاظات في دراعه كله، لا يا ابني ما هو انت كده شكلك مبالغ فيه. لا، هو ساعه وتكون بسيطه جدا سيمبل جدا، عشان زي ما فهمتك ان كل ما الحاجه بانت بسيطه كل ما انت بقت شكلك احلى بكتير. طيب نخش على ثالث حاجه وهي البرفان. لازم يكون معاك برفان بتستخدمه دايما. انا عن نفسي بستخدم برفيوم اسمه سوفاج، انا عملت فيديو اتكلمت فيه عن البرفانات اللي انا بستخدمها، ممكن تقدر ترجع له، هسيب لك رابط الفيديو تحت في الوصف. تمام؟ في احلى 3 برفانات انا بالنسبه لي استخداما من وجهه نظري وهم جمال جدا وكله بيحبهم يعني. بس ده البرفيوم اللي انا بستخدمه حاليا اسمه سوفاج، مركبه تقريبا مركبه تقريبا ده ب 100 جنيه بس حاجه محترمه جدا يعني، وانا اللي عامله بنفسي على فكره عشان اصلا انا شغال في محل عطور، فالموضوع بالنسبه لي كان ايزي جدا يعني. نخش على اخر حاجه معانا وهو اللبس. بصوا يا شباب عشان انا مش هرغي في النقطه دي كتير لانها نقطه محتاجه حلقات، ولكن دايما اختار اللبس اللي الوانه بسيطه. يعني انت شايف انا لابس اسود وابيض، الوان بسيطه جدا، تمام؟ عايز اسود واسود ممكن تعمل فصل الوان بس بلاش الوان مبالغ فيها. يعني في واحد يلبس بنفسجي على احمر، لا يا عم اللون الاسود شيك جدا واللون الابيض اشيك. ممكن تخش مثلا على اللون البني، الالوان الغوامق دي خد بالك بتخلي شكلك جامد قوي وفخم قوي. فعايزك تتبع القواعد دي، مش عايزك تلبس لان بشوف تيشيرتات يا جماعه الوانها مبالغ فيها. والبنطلون يا جماعه بلاش والله حوار ان البنطلون يبقى ماسك في رجلك ده خلاص انتهى من 2012 يعني لا، البنطلون يكون فت عليك يعني كويس عليك، ما يكونش ضيق قوي وما يكونش واسع قوي زي بتوع الراب دول. لا، لازم تتبع القواعد دي في هدومك وفي لبسك وفي شكلك، لان كده ده هيبقى شكلك حلو كتير. بلاش برضه يا جماعه حوار الخطوط اللي في العين والخطوط اللي في القفا والخطوط اللي هنا. يعني انا غالبا انا اديتك اغلب النصايح عشان تلبس حاجه كويسه. اتمنى بقى لو الحلقه عجبتك تنزل تشترك وتحط لايك. السلام عليكم.